تعالوا نعمل مع بعض الشنطة اللولي الترند القمر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. شنطة تكمل شياكتك وأناقتك، وبكل بساطة هعلمك فيها كل التفاصيل وأي تريكات موجودة فيها. يعني هتعملي الشنطة دي بكل سهولة وبساطة، بتشيل حاجات كتير جدا. فيلا مع بعض نشوف الطريقة. في البداية هنحتاج لولي. أنا هنا اخترت لولي CCB باللون الأوف وايت مقاس 10. تقدروا تختاروا الحجم اللي يعجبكم واللون اللي يعجبكم. اللولي CCB بيكون احسن من المصري لانه مش بيقشر. وكمان استعملت خيط مقاس 70 ملي، ده هنحتاجه في شغل النهارده مع اللولي مقاس 10. انا هنا قصيت جزء اقدر اشتغل بيه بحيث ان هو ما يكونش طويل قوي وما يكونش قصير، اقدر اكمل بيه الشغل. بدأت اجيب 4 خرزات لولي وادخلهم في الخيط بالطريقة دي كده علشان اوسطنهم في نص الخيط، بحيث ان انا اعرف ابدأ شغل ويكون طرفين الخيط متساويين. الخطوة دي بتفيدني جدا في الشغل بعد كده، بحيث ان الخيط يبقى مفيش معايا طرف طويل وطرف قصير في نص الشغل، ويبقى معايا الطرفين متساويين. بجيب بقى اي طرف، وانا هنا ثبت الطرف الشمال، بجيب طرف الخيط وادخله في اخر خرزة من على الشمال بالطريقة دي، بحيث ان هي يبقى الخيط راجع وعامل فتحة كده بالطريقة دي، وادخل طرف الخيط التاني واشدها. دي اسمها العقدة. العقدة دي هي اللي بتمسك الشغل بتاعنا كويس، وبدخل العقدة دي كده واشدها جوه الخرزة زي ما واضح كده. الخطوة دي اللي مهمة جدا لان هي اللي بتمسك الشغل معايا كله، وبقدر اكمل بيها باقي الشغل. الخطوة اللي بعد كده بجيب 3 خرزات، بدخل خرزتين في الطرف اليمين، وارجع في اخر خرزة دخلتها بالطريقة دي كده، بحيث ان انا اعمل العقدة زي اللي عملناها في الخطوة اللي فاتت. وطرف الخيط التاني بدخل فيه خرزة واحدة لولي بالطريقة دي كده، وادخل طرف الخيط اللي دخلنا فيه خرزة واحدة في الفتحة، وابدأ اشد بالطريقة دي كده، وادخل العقدة جوه الخرزة اللي من فوق اللي طالع منها طرفين الخيط، واشد جامد من كل الجهتين علشان الشغل يبقى ماسك نفسه. الخطوات دي اساسيات، لو فيها مشكلة تقدروا تعيدوها تاني او تبطئوا سرعة الفيديو علشان تفهموا اكتر. وهبدأ اكرر نفس اللي عملته، هدخل خرزتين في الجنب اليمين، وارجع في اخر خرزة دخلتها بالطريقة دي كده علشان اعمل الفتحة. وفي طرف الخيط التاني بدخل خرزة واحدة، وبدخل منها طرف الخيط في الفتحة اللي انا عملتها، علشان دي العقدة اللي احنا بنعملها. دايما واحنا بنشتغل نثبت جنب واحد بحيث ان احنا منتلخبطش، بس هي ابدالية عادي، يعني نقدر نعملها الخطوات دي في اي جنب من الجنبين، بس الخطوة دي في اول سطر بس. وهكمل باقي الغرز بنفس الطريقة لحد ما اوصل للغرزة ال16. بس انا هنا عملت معانا حوالي 14 غرزة، هنعمل مع بعض الغرزتين الفاضلين. هكرر نفس الطريقة بنفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده، وهي خرزة واحدة في جنب وخرزتين في الجنب التاني، وارجع في الخرزة الاخيرة زي ما واضح كده، واعمل العقدة بتاعتي. بعد ما شديت الغرزة دي كويس جدا، هبتدي بقى اعمل اخر غرزة اللي هتطلعني على الصف اللي بعديه. دي هشتغلها في طرف خيط واحد بس، هدخل منها ال3 خرزات، مش خرزتين بس وخرزة في الجنب التاني، لا هي طرف واحد بس هدخل منه ال3 خرزات، وارجع في اخر خرزة وادخل طرف الخيط الفاضي في الفتحة اللي احنا عملناها، وابتدي اشد بالطريقة دي. وبكده انا ابقى عملت 16 غرزة زي ما واضح كده. والخطوة دي هنعتمدها في ان احنا نطلع اي صف جديد احنا عايزين نبتدي، لان بيبقى معانا طرفين الخيط من فوق كده علشان نقدر نعمل غرزة جديدة زي ما واضح كده. لكن انا هنا طرف الخيط معايا كان قصير، فبدأت ان انا اتوهه ازاي في ان انا ادخله في اي خرز كده حواليه بالطريقة دي. ابتديت ادخل طرف الخيط اللي من على اليمين في الخرزة اللي تحتيه، وامشيه في الخرزة اللي جنبه، والطرف الخيط التاني بدأت امشيه برضو بنفس الطريقة، هي بمشيه في الخرزات اللي جنبيه كده زي ما واضح، بحيث ان انا اتوه الخيط ويبقى صعب معايا ان هو يتفك بسهولة. وبعد ما بتوه الخيط بشيل منه اي زوايد، بحيث ان الشغل بتاعي يبقى نظيف ويبقى الفينش بتاعه حلو. وده بقى كده شكل اول صف عملته معاكم في الشنطة، عبارة عن 16 غرزة، تقدروا تصغروها او تكبروها على حسب رغبتكم، بس ده المقاس المثالي اللي انا شايفاه حلو للشنطة. الخطوة بقى اللي بعد كده وهي ازاي هنوصل خيط جديد في الشغل. احنا بنجيب البكرة وبنقص الخيط بالطول اللي يناسبنا بطريقة عشوائية. انا هنا بحب الخيط يكون طويل، لكن لو انتم مبتدئين تقدروا تعملوا الخيط قصير شوية بحيث ما يلخبطكمش في الشغل. وببتدي كده ادخله من الخرزة كده زي ما واضح، واوسطن الخيط كويس، وببتدي اشتغل من الطرف اليمين، الطرف اللي هو هبتدي اشتغل عليه الخرز، بجيبه وابتدي ادخل فيه 3 خرزات، لان انا معايا خرزة من تحت من الشغل اللي تحت، فعلشان اعمل غرزة رباعية هحتاج 3، وارجع في الخرزة الثالثة زي ما واضح كده، بحيث ان انا اعمل الفتحة وادخل الطرف التاني واعمل العقدة بتاعتي.
نفس الشغل بالظبط، بس مع اختلاف ان احنا معانا صف جديد، والخطوة دي هنعتمدها في باقي الصفوف. بيبقى فيه طرف خيط من على اليمين ومن على الشمال. انا بدأت اشتغل من طرف الخيط اللي على اليمين علشان اعمل غرزة لجوه بالطريقة دي. كده بقى عندي خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من تحت هبتدي امشيه في خرزة واحدة زي ما واضح كده، والخيط اللي من فوق ده هبتدي ادخل فيه خرزتين بس، لان انا معايا خرزة من الصف اللي تحت وخرزة من الغرزة اللي فاتت، فهبتدي ادخل خرزتين بس بحيث ان انا يبقى معايا غرزة رباعية، وابتدي اعمل العقدة واشدها كويس زي ما اتعودنا. واخد بالي كويس وانا بشد الشغل ان العقدة اللي احنا بنعملها بندخلها جوه الخرزة، لان كذا حد بعتلي صور لشغله الشغل مش بيبقى داخل جواه العقدة زي كده بالطريقة دي، بتبقى العقدة لبره. لا، انا بشدها وبشد الطرفين كويس بحيث ان العقدة تبقى جوه الخرزة، ده اللي بيمسك الشغل كويس. وبعد كده ببدأ اكرر نفس الخطوات، بمشي الخيط اللي من تحت في اول خرزة بعديه بالطريقة دي، والخيط اللي طالع من فوق بدخل فيه خرزتين واعمل العقدة بتاعتي واشدها كويس، وبكمل بنفس الطريقة وبنفس التسلسل لحد اخر الصف. وكده بعد ما وصلت لاخر الصف هبتدي الخيط اللي نازل من الخرزة من تحت هعديه من الخرزة اللي جنبها زي ما اتعودنا بالطريقة دي. والمرة دي مش هدخل الخرز في طرف الخيط اللي من فوق، لا هدخله من طرف الخيط اللي من على الشمال اللي عديناه من الخرزة اللي تحت، هدخل فيه خرزتين وارجع في الخرزة التانية وابدأ ادخل فيه طرف الخيط التاني واشد كويس، هيطلع معايا الخيط من الخرزة اللي فوق، وابدأ الصف جديد بنفس الطريقة اللي عرفناها قبل كده. وبكده نبقى عملنا اول صفين من الشنطة اللي احنا عايزين نعملها. يبقى كده طالع معانا الخيط من فوق، نقدر نبدأ صف جديد، وهي ان احنا هنبدأ من الخيط اللي من على الشمال هندخل فيه 3 خرزات، ونرجع في الخرزة التالتة وندخل طرف الخيط التاني ونشد كويس، هتعمل معانا العقدة. احنا كده حفظنا الخطوات، ولو فيها اي مشكلة نقدر نرجع بالفيديو لورا او نقدر نبطئ سرعة الفيديو بحيث ان احنا نفهم اسرع. هي الخطوات سهلة وبسيطة جدا، محتاجة شوية ممارسة. كتير اشتكولي ان الخطوات بطيئة، بس ده طبيعي في الاول للمبتدئين، بعد كده هتمارسوها بكل سلاسة ومرونة. وهنا زي ما انتوا شايفين بكرر نفس الخطوات اللي عملناها في الصف اللي فات، وهي ان بدخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزة اللي بعديه، وطرف الخيط اللي من فوق بقدر ادخل فيه الخرزتين واعمل العقدة بتاعتي بنفس الطريقة، وبفضل اكمل باقي التسلسل ده في باقي الشنطة كلها. هبتدي اعمل صفوف كتير لحد ما اكمل باقي الشنطة اللي انا عايزة اعمله. وده كده بعد ما تقريبا عملت 9 صفوف. هنا عملت كده اول وش للشنطة وهو عبارة عن 9 صفوف، ده انا هكتفي بحد كده، بس لو حابين تكتروا عن كده مفيش اي مشكلة. بكمل بقى نهاية الصف بالطريقة دي بنفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده، واخر صف بمشي فيه الخيط وابتدي اشتغل من طرف الخيط اللي من على اليمين بالطريقة دي، بحيث ادخل فيه خرزتين وارجع فيها واعمل العقدة واشدها كويس. وهفضل برضو اكمل باقي القاعدة والوش الشنطة التاني. عملت القاعدة عبارة عن 5 صفوف، يعني عبارة عن الوش الشنطة 9 صفوف والقاعدة 5 صفوف ووش الشنطة التاني 9 زيهم. وكده نبقى عملنا الشنطة كلها قطعة واحدة، عبارة عن 23 صف عملته للشنطة بطريقة واحدة، ما فصلتش اي جزء منه. ببتدي كده اقسمه، ده اول وش للشنطة 9 صفوف وهعد 5 خرزات وتبقى دي القاعدة، واقسم الوش التاني بالطريقة دي. وكده دي تبقى كده قسمت معايا الشنطة، ناقص الجناب هنعملها مع بعض. خطوات الجناب سهلة جدا، محتاجة بس ان احنا نركز كويس واحنا بنشتغل علشان نعرف نظبطها. انا هنا عملت الجنب التاني علشان يبقى اسهل معايا في التصوير، هنعمله بنفس الطريقة. هنجيب طرف بقى خيط، هنقص طرف الخيط اللي احنا نحبه بالمقاس اللي احنا عايزينه، وهنبتدي نشتغل في الخرزتين دول. الخرزتين اللي في الزاوية من تحت دول هندخل فيهم طرفين الخيط بالطريقة دي، هنمشيها في اول خرزة والخرزة التانية بالطريقة الواضحة دي. وكده احنا معانا من الغرزة الرباعية خرزتين. وكده انا دخلت الخرزتين من طرف الخيط اللي من على الشمال ورجعت في الخرزة التانية وعملت الفتحة بتاعتي واخدت طرف الخيط التاني وشديته بالطريقة دي، وهعمل العقدة بتاعتي بنفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده وعرفناها
في كل الخطوات اللي فاتت. بعد ما بشد الخيط كويس هبتدي اجيب طرف الخيط اللي من على اليمين هيكون طالع بالطريقة دي كده، همشيه في الخرزة اللي جنبه بالطريقة دي، هطلعه كده زي الخطوات اللي فاتت بالظبط، هتحسوها ان هي مشابهة بس احنا بنعمل جنب. وهندخل برضو في طرف الخيط اللي من على الشمال خرزتين ونعمل العقدة بتاعتنا ونطلعها. هنبتدي بقى نطلع الصف ده كله لحد الاخر، ونمشي الطرف الخيط اللي من على اليمين ده هندخله في الخرزة، بس المرة دي مش هندخل الخرز من على الطرف اللي من على الشمال، هندخله من طرف اليمين بالطريقة دي خرزتين، ونرجع في الخرزة التانية وندخل طرف الخيط التاني في العقدة ونشدها كويس بنفس الطريقة، وكده علشان نعرف نبدأ صف الشغل التاني اللي احنا عايزين نعمله. دي الطريقة دي اسمها طريقة الدودة. الطريقة دي بنشتغلها صف كده رايح جاي، وتقدروا تعملوها بالعرض لو حابين، برضو نفس الفكرة وبنفس الطريقة. ببدأ بقى اطلع بالصف اللي بعديه، وهي اني بدخل من طرف الخيط اللي من فوق 3 خرزات. هنا الخرز السيسي بي كان سئيل شوية، بفتح الفتحة بتاعته ببوز المقص لان هو ساعات بيبقى مسدود، وابتدي كده ادخله من طرف الخيط 3 خرزات، وارجع في الخرزة التالتة واخد طرف الخيط التاني جوه العقدة واشدها كويس، وكده ابقى عملت معايا غرزة في صف جديد من الجنب بتاع الشنطة. وابتدي طرف الخيط اللي طالع من على اليمين ادخله في الخرزة اللي تحتيه، وادخل طرف الخيط اللي مع الشمال ادخل فيه خرزتين واعمل فيها العقدة واشدها، وهفضل اكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر صف في جنب الشنطة. بس ملحوظة وخطوة صغيرة، ان في اخر الصف اللي من تحت ده الخيط اللي هيبقى طالع همشيه في الخرزة اللي من الجنب، وكمان همشيه في الخرزة اللي من تحت بالطريقة دي، بحيث ان انا اكون مسكت القاعدة من كل الاتجاهات علشان اقدر اكمل الغرزة. وكده معايا 3 خرزات من الغرزة الرباعية، هدخل خرزة واحدة وارجع فيها واخد طرف الخيط التاني في الفتحة واشدها كويس، وكده علشان ابقى مسكت القاعدة بالطريقة دي. وطرف الخيط اللي هيبقى طالع من تحت همشيه في الخرزة اللي بعديها خرزة واحدة بس علشان ابدأ اشتغل في الغرزة اللي بعدها، وهفضل اكمل لحد اخر صف. وهو الصف ده هبتدي كده امشي فيه الخرزة من تحت الخيط، وهدخل الخيط في الخرزة اللي من على الجنب خرزة واحدة بس، وكده ابقى لضمت خرزتين من الجنب. معايا 3 خرزات، خرزة من الجنب اليمين وخرزة من القاعدة من تحت وخرزة من الجنب الشمال. هدخل في اي طرف من الاتنين خرزة واحدة بس وارجع فيها واخد طرف الخيط التاني واشد كويس بالطريقة دي، كده ابقى عملت غرزة رباعية. وعلشان بقى اكمل هبتدي طرف الخيط اللي من على اليمين اطلعه في خرزة من فوق بالطريقة دي كده، وطرف الخيط اللي على الشمال اطلعه بنفس الطريقة، بحيث ان انا يبقى معايا طرفين الخيط بطريقة موازية ويبقوا الاتنين في سوا بعض، وادخل خرزة واحدة وارجع فيها. نفس اللي عملناه الخطوة اللي فاتت هكرره لحد ما اخلص الشنطة لاخرها. وكده بعد ما خلصت الشنطة بقى عندي طرفين الخيط دول زي ما واضح كده، هبتدي اتوههم زي ما عرفنا طريقة التتويه قبل كده. علشان نضم جنب الشنطة هنعد 3 خرزات لتحت، ونعد 3 خرزات من النص بالطريقة دي كده بالعرض، ونمشي الخيط فيهم بالطريقة دي بحيث ان يكون فتحات الخرز بالعرض، ونمشي فيها الخيط كده علشان نضم الجنب ونعمل غرزة رباعية. ودول ال3 خرزات اللي في النص، يعني انا سايبة خرزتين من على الجنب واخدة ال3 اللي في النص يعني موسطنة الشغل. وهبتدي ادخل خرزة في اي طرف من الخيط وارجع فيها وادخل جواها طرف الخيط التاني واشد كويس جدا وادخل العقدة جوه الخرزة. هتلاقوا الجنب لم معاكم بالطريقة دي كده زي ما واضح. وبدأت كده عملت غرزة رباعية. هبتدي بقى طرف الخيط اللي من على اليمين اطلعه في الخرزة اللي واضحة دي كده من على اليمين خرزة واحدة بس، وطرف الخيط اللي من على الشمال هطلعه في الخرزة اللي قصاده بالطريقة دي علشان ادخل خرزة واحدة بس في اي طرف من الخيط، واعمل نفس الخطوة اللي فاتت، وهي اني هشدها كويس واكمل باقي الغرزة اللي فوقيها بنفس الطريقة. الخطوة دي تبان ان هي ملعبكة شوية، لكن هي سهلة جدا. انتي بتعملي نفس الغرزة الرباعية، انتي بس بتضمي ال3 خرزات بحيث ان هما يكونوا قصاد بعض زي الغرزة الرباعية بالظبط، وبتضيفي لها نفس الخرزة وبنطلع بيها ونكمل باقي الشغل على اساس ان هي غرزة رباعية. هي غرزة رباعية مضمومة بس مش اكتر علشان تدينا الشكل اللي احنا عايزين نوصله ده. وبعد ما بخلص الخطوة دي ببدأ اتوه الخيط في الخرزات زي ما واضح كده، وبالطريقة اللي احنا عارفينها بنتوه الخرز في اي خرزاية تقابل الخيط بنتوهها فيه بحيث ان الشغل يبقى صعب يتفك وماسك نفسه. بنشيل اي زوايد لان مهم جدا يكون الفينش بتاعنا
والشغل بتاعنا نضيف وحلو. بعد ما عملت نفس الخطوات في الجنب التاني هبتدي بقى ازود الاكسسوارز بتاعة الشنطة. الحلقة دي بتتفتح وتتقفل بالطريقة دي كده، بتبقى سهلة جدا تتركب، بس طبعا صعب ان هي تتخلع. انا هنا بدأت كده افتحها بالطريقة دي وادخلها في الغرزة الفتحة اللي بالطريقة دي كده وامشيها. انتوا هتلاقوا الجزء ده فيه فتحات كده بالغرز، هنمشيها فيه بحيث ان هي تبقى ايد الشنطة اللي هنعلق فيها السلسلة. ودلوقتي هنبدأ نعمل وش الشنطة. هنا عديت 3 خرزات، والخرزة الرابعة اللي هشتغل منها من الجنبين عديت 3 خرزات، والخرزة الرابعة اللي هدخل منها الخيط بالطريقة دي وهشتغل بيها الغرزة الرباعية اللي احنا عارفينها. هدخل 3 خرزات بالطريقة دي وارجع في الخرزة الثالثة بحيث ان انا اعمل الغرزة بتاعتي بنفس الطريقة، وهكمل باقي الصف لحد ما اعمل وش الشنطة اللي انا عايزة اوصله. وطول وش الشنطة ده تقدروا تتحكموا فيه، تقدروا تعملوه 7 صفوف او 9 صفوف زي ما انا عملت. تقدروا توصلوا للطول اللي انتوا حابينه والشكل اللي انتوا حابين توصلوا له في الاخر، ده يرجع لكم. وبعد ما بوصل لطول وش الشنطة اللي انا عايزاه بقفله كويس جدا وبتوه الخيط واشيل اي زوايد علشان يبقى فينش الشغل حلو، وعلشان بعد كده ابدا اثبت المغناطيس زي ما ثبته في الجزء ده كده. المغناطيس ده بيتجاب برضو من محلات الخرز، وبيكون كده فيه 4 فتحات علشان نعرف نثبته في وسط الشغل. وبيكون الجزء العالي من المغناطيس بثبته في جسم الشنطة زي ما واضح كده، والجزء التاني الصغير بثبته في وش الشنطة. وبنفس الطريقة اللي هنعملها مع بعض هبتدي كده اوسطن المكان اللي انا عايزة اثبت فيه المغناطيس، واجيب خيط شعر كده وهعدي خيط المغناطيس من الفتحة في المغناطيس بالطريقة دي كده علشان ابتدي اثبته في المكان اللي انا عايزة احطه فيه، واخد بالي ان انا موسطناه كويس بحيث ان انا اعد عدد الخرزات يكون نفس عدد الخرز اللي من الناحية التانية، وامشيه في الخرز بالطريقة دي كده. يعني انا دخلته في الخرزة اللي تحتيه وهبتدي بقى اعد زي ما قلتلكم، وبعد كده همشيه في الخرزة اللي جنبها بالطريقة دي كده علشان اخد الفتحة التانية. هي الطريقة سهلة جدا، كأنكم بتخيطوا خياطة، بتعدوا الخرز كده من الفتحات وتقوموا واخدين الفتحة بالطريقة دي كده وتمشوها في الخرزة التانية، وتفضلوا مكملين طرف الخيط بنفس الطريقة لحد ما توصلوا طرفين الخيط اللي في الفتلة الواحدة ببعض وتعملوها عقدة، كأنكم مدخلين خرز وبتعملوا عقدة زي ما انا هعمل كده بالظبط. مشيت الخيط حوالين الفتحات، وكل مرة وانا بمشي باخد فتحة بالطريقة دي كده، وبعد كده بقى هبتدي اتوه الخيط كويس. وعلشان نزود متانة كويس جدا للخيط هنحاول نخلي طرفين الخيط يكونوا متقابلين في خرزتين علشان نعمله عقدة وندخل عقدة جوه خرزة من الشغل بحيث ان هي تكون ثابتة اكتر، وكده نبقى ثبتنا المغناطيس ونشيل اي زوايد. وكمان بنثبت اللوجو بتاع الشنطة بنفس الطريقة بتاعة المغناطيس هنثبتها في الشنطة. اللوجو بتاع الشنطة مش شرط يكون جاي فيه حلقات زي ما واضح كده، بس انا بدأت اتنيهم واعملهم حلقة الطرفين بنفس الطريقة، اتنيهم على بعض لحد ما يعملوا حلقة كده شبه اللي في القفل، وابتدي اثبتهم بنفس طريقة القفل المغناطيس. وكده بعد ما خلصنا الشنطة تقريبا مش ناقص بس غير نثبت الايد بتاعة الشنطة. الشنطة بقت جميلة جدا، لو عايزين تبطنوها تقدروا تبطنوها، وكمان واسعة جدا وبتشيل حاجات ياما. هنبتدي بقى نعمل الايد. جبت سلسلة معدن باللون الجلد، جبت حوالي 1.5 متر، قسمتهم على 2 بالطريقة دي علشان انا عايزة ايد الشنطة يكونوا 2 سلسلة. وجبت الجنش ده برضو بيتجاب من المحلات بتاعة ادوات الخرز وادوات الخردوات، وبدأت كده افتح الحلقات بتاعة السلسلة علشان ادخل جواها الجنش بالزردة، وقفلتها كويس جدا علشان تكون محكمة. وعملت نفس الطريقة في التانية وثبتها في نفس الجنش، وهعمل نفس الخطوات في الطرف التاني من السلسلة. انا حبيت اعمل سلسلة وايد الشنطة بالسلسلة الجلد، ادت قيمة اكتر للشنطة وخلتها ليها وقار اكتر. لكن لو حابين تكون ايد الشنطة خرز تقدروا تعملوها سلسلة من اللولي، او تقدروا تعملوها سلسلة غرز زي الغرزة الاولانية خالص اللي بدأنا بيها الشغل، تعملوا منها جزء طويل جدا بالطول اللي تحبوه للشنطة. انا هنا الشنطة دي حبيت اثبتهم كده بالطريقة دي، بقت شنطة كتف، فده الطول اللي انا حبيت اوصله. بحقيقي بقى شكلها جميل جدا بعد ما ثبتها في الحلقات، وتقدروا تعملوها بكل سهولة جدا، تهادوا بيها حد بتحبوه، او ممكن تبقى مشروع مربح. بتاخد حاجات كتير جدا الشنطة، حطيت فيها حاجات كتير، الموبايل والمحفظة وكمان شوية ميك اب، وكمان تسيح كمان شوية حاجات كمان.
يعني لسه فيها مكان تحطوا حاجات اكتر. حقيقي شنطة جميلة جدا، حبيت اعملها معاكم فكرة جديدة وشكل جديد تقدروا تعملوه بكل سهولة وبساطة، تقدروا تهدوا بيها اي حد بتحبوه، وتقدروا كمان تعملوها مشروع وفكرة جميلة جدا ومعمولة بكل حب. مستنية اعرف رأيكم واشوف تطبيقكم للفكرة.